كان نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام إذا رأى شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. وإذا كنا اليوم في شهر رجب المبارك وفي الجزء الأخير من هذا الشهر العظيم، فإننا نتطلع إلى الأحداث التاريخية والوقائع النبوية التي حدثت في ساحته. ماذا حصل في هذا الشهر العظيم من وقائع ومن أحداث؟ لقد بهرت الوجود حادثة تعتبر أكبر معجزة في تاريخ الرسالات السماوية، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 27 من رجب من العام 10 أو 11 من البعثة النبوية. هذه المعجزة التي وقعت لنبينا صلوات الله عليه في اليقظة لا في المنام، بالروح وبالجسد، كما اتفق على ذلك 26 صحابيا من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعجزة القاهرة الباهرة تعتبر نداء قويا في ضمير المؤمن الحي، تهتف بالإنسان المسلم بأنك أيها الإنسان المسلم لست شخصا عاديا في هذه الدنيا، لست كائنا عاديا في هذا الوجود كبقية الكائنات. إن لك روحا دونها كل روح حتى الملائكة، إن لك همة عالية دونها قمم الجبال وأبراج السماء. إنك أيها المسلم إنك خلقت لتعلو دائما ولتصعد دائما ولتسمو دائما. إنك تابع لسيد العالم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظات، وعرج به إلى السماوات العلى في لمحات. إنك أيها المؤمن خلقت لتحلق دائما ولتصعد دائما ولتسمو دائما. حلق دائما وأبدا، وتذكر أن نبيك الأعظم صلوات الله عليه حلق إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وتجاوز إلى مرتبة وقفت دونها العقول والأفهام. إن حادثة الإسراء والمعراج أيها الإخوة هي تحريك لأصحاب الهمم العالية وأصحاب النفوس الشامخة ليرتفعوا إلى مواطن الخلود والسمو والرفعة. ولقد صدق صلوات الله عليه إذ يقول: علو الهمة من الإيمان. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره دنيها وسفسافها. فسر أيها المحمدي، سر أيها المسلم المؤمن التابع لسيد الوجود، سر أيها المحمدي. فلقد عبد سيدنا محمد صلوات الله عليه، عبد أمامك طريق الأرض، وذلل لك سبيل السماء، وفتح لك أبواب العوالم كلها، وأراك
آفاق المجد واسعة عريضة. سيدي يا صاحب الإسراء والمعراج، سيدي يا سيد العالم، سيدي يا سيد الوجود، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم.